نظم الائتلاف المغربي المحلي من أجل العدالة المناخية يوم الجمعة 17 من يونيو 2016 بقصر المؤتمرات بمدينة العيون لقاء تواصليا، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف الجهوي حول المناخ، والذي من المنتظر احتضانه من طرف جهة العيون الساقية الحمراء منتصف يوليوز من العام الجاري. آيات بينات من الذكر الحكيم كانت فاتحة هذا اللقاء الذي سهر على تسييره وإغناء فقراته ثلة من ممثلين عن مجموعة البحث والدراسات حول الساحل والصحراء، ممثلون عن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، وجمعيات تصب اهتماماتها في كل ما له صلة بالشأن البيئي. اليوم نحن في صدد إعطاء انطلاقة ديال النقاش العام حول الهواجس البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة، وأيضا حتى الدولية، السياقات الدولية لهذا البريكوب. موضوع هذا النشاط محور حول وضع الأسس اللازمة للتعبئة والتحسيس من أجل تنوير المجتمع المدني بضرورة الحفاظ على البيئة، وكذا ضمان مشاركة فعالة له بتظاهرة مؤتمر الأطراف الجهوي حول المناخ، بغية الوصول سويا إلى إبراز جل الإشكالات المهددة وذات العواقب الوخيمة على البيئة محليا جهويا ودوليا. بالنسبه للمداخله ديالي بغيت نقول باللي حاولت بانني نهضر شويه على كيفاش ممكن اننا اوبتيميزاو اننا نحطوا في لو تيران هادشي اللي حنايا هضرنا عليه دابا، حيت كنشوفوا كما لاحظتوا الهضره كاينه غير كما قلنا كاينين دي شوز اللي هما مازال تيوريك، مازال ما شفناش لو براتيك 100%. الائتلاف المحلي من أجل العدالة المناخية حل ضيفا على المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لاستكمال النقاش في كل ما يخص الإشكالات البيئية المهددة لديمومة الحياة فوق كوكب الأرض.